تعالوا النهارده نوريكم اماكن للاحتفال بالكريسماس في الشيخ زايد حلوه قوي، وهنستناكم تقولوا لنا رايكم في الكومنتات. تعالوا اوريكم اول مكان رحناه، وده اشهر واحد فيهم. هتحس فيه بجو مختلف للكريسماس، مليان ديكوريشنز كتيره، وكمان في اماكن لعب للاطفال والكبار، وطبعا مطاعم وكافيهات. ده غير كمان بيبقى فيه باندز وحفلات كتيرة قوي فترة الكريسماس. وده طبعا كده كلكم عرفتوه، وهو ووك اوف كايرو، موجود في صادق الشيخ زايد. ووك اوف كايرو ناحية بوابات مصر اسكندرية الصحراوي، والدخول هناك ببلاش ومن غير أي حجز. تاني مكان رحناه مميز جدا، وكل سنة بيعلي على نفسه من ناحية الديكوريشنز، وأكتر حاجة بتعجبنا هناك كمان الأنوار اللي موجودة في كل مكان. ده غير انه المكان نفسه خروجه متكامله ما بين احتفالات الكريسماس ومطاعم وكافيهات. وكمان في ملاهي وسينما، يعني كل حاجه حرفيا موجوده في نفس المكان. وده اسمه أركان، موجود في مدخل زايد 3 ناحية المحور، والدخول برضه ببلاش ومن غير حجز. تالت وآخر مكان معانا هو هيدن جيم، شوية من اكتشافنا ناس كتير مش عارفينه. ودي طبعا ميزة انك هتلاقي الدنيا فاضية هناك وتقدر تتصور براحتك. المكان ده اسمه بارك ستريت، موجود جنب أمريكانا بلازا وكابيتال بيزنس بارك. بس كده، ودي كانت ترشيحاتنا ليكم للاحتفال بكريسماس في الشيخ زايد. استنوا الجزء التاني من منطقة جديدة.